الجهويه المتعدده الخدمات الدار البيضاء 16 في اعطاء انطلاقه للمشروع التالي، وهو مشروع الربط بين قناه نقل المياه تنفنت البروج بقناه نقل المياه سد المسيره. هذا المشروع سيتم انجاز 15.6 كلها في الحانه حتى عشتي معنا تسمع معنا في الجزيره، عشتي معنا كنشكروك جميعا. بارك الله فيك. ولكن الحمد لله الاستجابه كانت سريعه ديال المشروع عاود واش من كاع الجامعات تقريبا خلق واحد التكامل لا بين التلفات ولا بين المسيرات. كنشكركم بارك الله فيك ومرحبا بك. نتمنى ان شاء الله. ان شاء الله. الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل عامل صاحب الجلالة بإقليم سطات على تدشين واحد مشروع مهم في جامعة الدار الشافعي، أو اللي كيقطع مع واحد المرحلة صعبة عاشتها جامعة الدار الشافعي، وهي مرحلة العطش. هذا المشروع غتستافد منه جامعة الدار الشافعي بالإضافة إلى باقي الجامعات المجاورة. كتقدر القيمة المالية ديالو ب 23 مليون ديال الدرهم. هذا المشروع جاء من بعد واحد المجهودات اللي قام بها السيد العامل المشكور، اللي تبع هذا المشروع من بدايته الى نهايته، وكان قام بواحد المجهودات كبيره بزاف، حيث انه تواصل مع لونيب، تواصل مع لاسيريم باش انهم ينزلوا هذا المشروع. كذلك اشرف عامل اقليم سطات على تدشين يعني وكاله مع الدار الشافعي، خصوصا في الفترة ديال الصيف. هذا المشروع غتستافد منه جامعة الدار الشافعي بجميع دواويرها، كذلك غتستافد منه بعض الجامعات المجاورة. هذا المشروع القيمة ديالو كتبلغ المدير العام للشركة الجهوية ديال لاسيريم، اللي قام بواحد المجهودات جبارة من أجل تنزيل هذا الورش على أرض الواقع. أيضا قام عامل صاحب الجلالة بهذا القطاعين المهمين من السكان، يعني سكان جامعة الدار الشافعي، باش انهم كيقوموا بهذه الاجراءات المرتبطه بالماء او الكهرباء، خصوصا في المرحله ديال الربط، كيمشيو حتى لسطات او انهم كيمشيو حتى لبروج باش انهم كيقوموا بالاجراءات. مره اخرى كنشكروا عامل صاحب الجلاله لانه عطى واحد العنايه خاصه لجماعه الدار الشافعي من اجل القطع مع واحد المرحله كما قلنا اللي هي مرحله صعبه. وهذا المشروع هو مشروع مهم لهذه الساكنه باش انه يرفع العجله ديال التنميه، وباش اننا نزيدوا قدام ان شاء الله.